السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ الصبح النهاردة كده لقيت اهلي طبوا عليا فجأة، وما كنتش عاملة حسابي في اي حاجة خالص، واتفاجئت بيهم بصراحة. بس كانت احلى مفاجأة. دخلت بقى ما كنتش مجهزة اي حاجة. دورت كده في الفريزر عندي، لقيت عندي شوية السمك دول كنت جايباهم في رمضان، بس انا ما عملتش ايه سمك في رمضان خالص. المهم اخواتي كمان كانوا موجودين، وكل واحد قال لي يلا هنعمل معاكي، هنساعدك يعني، علشان كل واحد ايه يعمل حاجة، ونقعد مع بعض اليوم ما يضيعش كده في الايه في المطبخ. اخواتي ان شاء الله اللي هتشوفوهم دول هم شغالين شيفات في مطاعم. ربنا يا رب يديهم الصحة وما يحرمنيش منهم ابدا. المهم دخلت بقى ايه، نضفت بقى السمك زي ما انتم شايفين كده، سريع سريع. سمك التونه بقى ميزته ان هو ما بياخدش ايه وقت خالص. ونقعته بقى، المحلول ده جميل قوي يا جماعه، ملح وليمون بس، اكتر من كده ما تحطيش. بيدي بقى تيست عالي جدا جدا للسمك، وريحه وجميل، ريحه بقى ونظافه جميله جدا جدا في المطبخ وللسمك. يخلي السمكه كده ايه، بتزيق في ايدك من النظافه كده، وريحتها كمان جميله جدا جدا. ما تحطيش خل خالص في اي انواع من السمك عشان بيظهر الزفاره، وفي نفس الوقت بيهري ايه السمك. كنت مقشره الثوم وشويه ملح شويه ليمون، بابريكا ملح فلفل كمون كزبره. تبلت بيهم بقى كده سريعا السمك. كان عندي السمك المكرونه ده منضفاه وحطاه في الفريزر، تبلته برده كده على السريع. وكنت مقطعه طماطم وشرايح بقى من الفلفل الرومي، وشرايح من الشطه، وبقى شويه من التتبيله كده حطيتها عليها، وحطيت توابلي بقى كده، وانزلي عليهم هرس هرس كده لما تنزل ميتها. واحشي بقى السمك كده، وهاتي صينيه هاتي الصينيه الاول، حطي شويه من التتبيله ديت، من الخلطه ديت تحت السمك، واحشي بقى جزء من السمك من التتبيله، ورصيه زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبقى الايه التتبيله على السمك، وفي الفرن على طول، ومعلقه زيت عليها كده، وعلى الفرن على طول. هنا سامح اخويا ده كان قال لي يلا هنعمل الرز. عمل الرز هنا برضو علشان نسعى الوقت. كرمل كده البصله. خلي بالكم دايما من البصله ما تتحرقش، لان لو اتحرقت هتمرر ايه الرز. كان عمل الرز شويه رز والله العظيم كانوا زي السكر، اتنسفوا نسف. هنا حط لي بقى شرايح من الشريحه كده من التوم، فصين توم، وحته فلفلايه صغيره كده، وحته جزرايه ايه بشرها، وحطها كده على الرز مع، بتدي تيست عالي جدا جدا للرز. خلصنا الرز، وكان اخويا التاني برضو بيعمل السلطه. وزي ما قلت لكم كل واحد كان بيعمل حاجه. دخلت برضو وانا بقلب في الخلاط، لقيت شويه الجمبري دول، قلت ما اعمل بيهم ملوخيه. ولقيت في سكتي كمان في الدرج لقيت كيس ملوخيه ده، بس نوع الملوخيه ده ما كانش كويس، اللي هي الملوخيه المجمده. عارفين طبعا لسه الملوخيه الجديده ما طلعتش. ان شاء الله اعملها لكم لما تطلع برضو ان شاء الله اعملها لكم ملوخيه بالجمبري، بالملوخيه ايه الجديده ان شاء الله الفلاح. بصلايه بقى وفص توم، وانزل بالجمبري زي ما انتم شايفين كده لما يتبل، وطماطمايه كده بشراها او ضربها في الخلاط، وتنزلي بيها على الجمبري. يا دوبك بس تقلب تقلبتين كده زي تتسبك، وبنزل بها بالميه، واحط التوابل بتاعتي، وانزل بالملوخيه واقلب، واعمل لها الطشه بتاعتها زي الملوخيه العاديه بالظبط خالص. تمام كده. الملوخية هنا كانت خلصت، وتقريبا الرز برضو كان خلصان. وهنا اخويا بقى التاني برضو قال لي هخش عليكي ايه، هخش معاكي اساعدك برضو علشان ايه، نخلص برضو. كل واحد يعمل حاجة كده. التعاون في المطبخ وفي اي حاجة جميل بصراحة. الصينية بتاعتي طلعت زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم الريحة كانت فظيعة، والملوخية بتاعتي كانت خلصت، وتقريبا كمان الرز خلص. وبدأت ان انا ايه اعرف، كنت في الوقت ده بقلي. شايفين السمكة مستوية، مع انها مستوية جامد بس ماسكة نفسها. تمام. فدايما وانت بتشتروا السمك تجيبوا نوع سمك يكون كويس، لان كتير قوي من السمك المكاريلي ده بيبقى مهري. شايفين بقى الجمال. كنت غرفتي هنا بقى المنظر والريحة كانت قلب البيت كله. شايفين شوية الرز مفلفلين، تحفة تحفة تحفة. بالهنا والشفا يا رب الكل اللي كل، وشرفتوني ونورتوني والله. وانتم حبايب قلبي، اتمنى منكم تدعموني وتحطوا لي لايك بقى في القناه، وتشتركوا بقى لو ما اشتركتوش. هنا بقى كنا غرفنا وقعدنا كلنا، والحمد لله كلنا وشربنا بقى وشبعنا. والحمد لله قمنا ايه عملنا، كان عندنا بطيخه، قطعنا بطيخ بقى عشان يهبط السمك. ودي بنت اخويا العسل وبابا بيقول لكم ازيكم، كل سنه وانتم طيبين. وشربنا حاجه ساقعه، وكلنا ايس كريم، وكلنا بطيخ، وبالهنا والشفا.